وأنا في المسجد ننتظر صلاة المغرب، قبل الأذان بقليل دخل واحد يبلغ من العمر يعني 70 أو 65 هكذا، المهم كبير في السن. ثم جاء إلي مباشرة وأنا جالس يعني على الكرسي، قال: شفت يا شيخ، شفت على خاتمة حسنة للشيخ محمد المقرمي، يعني مات في مكة ومات وهو يستعد لصلاة الفجر، وعيقبر في خير وأحب مكان، وعيصلوا عليه أمة لا إله إلا الله. شفت على خاتمة حسنة؟ فقلت: نعم، لا إله إلا الله. قلت له: هذه بركة القرآن، لأنه خادم للقرآن الكريم، فالله عز وجل وفقه إلى هذه الخاتمة الطيبة المباركة وهو متوضي يستعد لصلاة الفجر. الشيخ محمد المقرمي له أسلوب بديع جدا وبسيط وميسر ومسهل في تفسير القرآن الكريم، لا إله إلا الله، على الواقع، بطرح هذاك الطرح الجميل الهادئ الرائع، والناس عندما يسمعونه ينسجموا. قال لي هذا الشايب: كنت أستمتع والله يعني بمقاطعه وأستمتع بتفسيره وكلامه. قلت: لا إله إلا الله، ما هذا القبول عند العامة وعند طلبة العلم وعند الناس؟ لا إله إلا الله. الله يرحمه، ترحموا عليه يا أحباب، ترحموا عليه، قولوا الله يرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون.